بابا انا بفكر ارسم هنا فوق التلفزيون قطه على جسم اسد على ديل شيطان. لا هو هنا في مشكله، بس ان احنا بقينا نتكلم مع بعض ياما وانت خدت عليا كده وكانك بتصاحبني، والمشكله التانية ان انت رسمك وحش، ما تنفعش تعمل حاجه اصلا. يلا بقى الطموح زي ما كل الاهالي بتعمل. انت انا شفت مسلسلات كتير، قصدي افلام كتير يعني الفتره دي. انا خلصت مسلسلات كتير الفتره اللي عدت، انا بفكر اخش في صناعه الافلام. ما انا شايفك كده عايش لحظات خاصه بيك كده ودور الفنان كده، انت فاهم. طب ما تيجي كده بقى نعمل فيلم قصف وضرب. طب ايه رايك في فيلم فرار ابن؟ بابا ما تيجي تفضي التلاجة دي عشان عايز اقعد جواها شويه. لا يا ابني مش كده والله، الحوار ما كانش كده خالص. بص هحكي لك، انا احكي لك يا ابني. لا والله بص هحكي لك. بص يا اسطى سيبك. بتعرف ايه الفرق ما بين البيض البلدي والبيض الابيض البلدي برضه؟ بابا هو اكل الليمون الكامل صحي؟ تمام. ايه ده يا بابا؟ ده في تليفون كمان في التلاجة، ايه التلاجة الغريبه دي؟ تظبطي نفسك، ما انا عارفه انك اصلا بس بابا انا بفكر افتح طرقه في المطبخ او اجيب السيراميك ده هنا مثلا، بس مش عارف اجيبها ازاي دي. ولا بفكر اعمل شارع هنا، بس شارع ايه؟ ما هو اصلا ممكن يكون شارع لوحده. بابا في سيراميكا هنا راكبه على سيراميكا. لا شكلها وحش قوي، مش هينفع نسكت عليها دي. لا شكلها وحش والله، مش هينفع نسكت عليها يا بابا. انا هنعمل سناكس هنا، حد ياكل معايا؟ لا. تمام. ايه يا ريحه المحشي دي؟ ما انا قلت اعمل سناكس، محدش هياكل معايا. لما وشويه الاكل اللي جايبينهم يكفونا الكام يوم اللي قاعدينهم في البيت هتخلصوا مع السناكس. انت هتبص لي في الاكل اللي هناكله ده بدل ما تقول لي بالهنا والشفا. بص يا ابني ربنا النهارده يجمعنا سوا عشان لازم تعرف الحقيقه. خلي بالك انا مش اخوك ولا اللي جوه ده ابوك ولا دي امك. بص يا ابني بصراحه كده احنا لقيناك قدام باب جامع، هما بصراحه كانوا عايزين ياخدوه وكده، قلت لهم لا مش احنا يعني اللي هنا وهناك عشان ناخدوه. وبصراحه كده ابويا قاعد يقول لي لا وامي تقول لا، وبصراحه كده لحد ما انت نزلت وانا شلتك بايدي كده وقلت لهم ده هيبقى طرزان التاني زي في الفيلم كده، ما القرد شال سيمبا. بس استنى، مش معناه ان انا اللي قرد وانت الاسد، لا. وبعدها رحت منزلك كده. بس عايز اقول لك على حاجه، لازم لما تكبر تدور على ابوك وامك الحقيقيين. وعايز اعرفك حاجه، ابوك اللي جوه ده لما تكبر مش هيسيب لك ورث. هو يعني ايه ورث؟ الورث ده زي مثلا لو ابوك ساب مثلا كيلو كنافه، نص كيلو بسبوسه، ربع ام علي، ان الحاجات دي هتتوزع علينا احنا بس، انت مش هتاخد حاجه. ايه يا اسطى اللي انت بتعمله ده؟ انت التيك توك يجننك؟ انت يا ابني مش قلت لي من رقص نقص بتعمل لبسنج على التيك توك؟ بقول لك يا اخويا ما تيجي كده نروح المسجد كده نصلي جماعه مع بعض. تعبيط يا ابني ولا ايه؟ ولا الحاجه يجننك؟ انت شويه ترقص على التيك توك وتعمل لبسنج وشويه الاقيك لابس جلابيه وبتصلي، وانت بتجرب شخصياتك مثلا؟ لا مش المشكله مش في كده، المشكله بس ان انا بتعرف على نفسي اكتر. يا عيني ايه في ايه؟ انت من قله معارفك بتتعرف على نفسك؟ على فكره نهايه العالم قربت. امتى بس عشان ابقى اعمل حسابي؟ طيب مش عارف، بس انت مش شايف قاعدين في البيت وكل النعم اتشالت مننا اغلبها؟ لا يا عم صلي انت. بقول لك ايه، النقاش خلص، انا كنت لسه جاي اقول لك تصلي معايا وانت ما رضيتش، ودي ذنبك. ايه ده انت جاي شايلني ذنوب؟ يالا انت اللي جيت لي. طب اخواتي وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. زي ما اتعودنا كل فيديو بنستناكم تكتبوا الكومنتات، والفيديو الجاي ان شاء الله هعرض ايميل هنا اللي هيكتب اكتر واحد كومنتات. ما تنساش اللايك وسبسكرايب وتعمل في القناه اللي انت عايزه. زي ما قلت لك القناه بتاعتك ازمكس، اعمل فيها اللي انت عايزه. والفيديو الجاي ان شاء الله هكتب اسم اكتر واحد كاتب كومنتات على درع التيك توك. هستناكم.